بعد 8 حلقات اتعرضوا خلال 8 أسابيع انتهى مسلسل ذا بينجوين المشتق عن فيلم ذا باتمان، واللي بدايته كانت قوية جدا وواعدة انها تقدم مستوى لا يقل عن الفيلم. وبعد ما المسلسل خلص اقدر اقول ان الحلقة الاولى روعتها كانت لا تذكر بين التحفة اللي المسلسل قدمها بعد كده. على مستوى السيناريو فهو فاجئني وقدر يخليني ارتبط بالعالم والشخصيات وابقى مستني الحلقة كل اسبوع وملهوف عليها حرفيا، لانه قدم كل حاجة انا كمشاهد لمسلسل مافيا ومن محبين الفيلم محتاجها، زي كتابة الشخصيات وعلاقتهم ببعض والجرايم والخطط والعصابات، واننا نتعمق اكتر في الفساد الموجود في مدينة جوثام ونشوف من منظور اوزولد مش من منظور ذا باتمان. كمان عندنا 3 خطوط رئيسية. الخط الاول عن شخصية ذا بينجوين اوزولد، وده الخط الرئيسي، ونجح انه يتعمق في الشخصية ونشوف ازاي بيخطط وقد ايه هو خبيث وذكي، ولو وقع في مشكلة بيطلع منها على طول. وطبعا كل ده اكتمل بالاداء التمثيلي من كولين فيرل اللي قدم اداء مثالي وعظيم ومفيش زيه. ولازم اشيد بالمكياج اللي حرفيا خلى الكل ينسى ان ده كولين، وطريقة كلامه هو ابدع جدا حرفيا. الخط التاني والافضل بالنسبة لي هو خط شخصية صوفيا فالكون، وده اكتر خط انا اتأثرت بيه وتعاطفت معاها جدا. وممكن نحط في الاعتبار ان دي قصة حقيقية وواقعية وممكن جدا تحصل، ده لو ما كانتش حصلت، وازاي اهلها كانوا السبب انها تبقى مضطربة نفسيا. وطبعا لازم اتكلم عن الممثلة الجميلة كريستين ميلوتي. احنا يا جماعة قدام ممثلة استثنائية وقدرت تقدم شخصية معقدة وسايكو من الدرجة الاولى، وهي اصلا ممثلة افلام كوميدي ورومانسي. انا حقيقي هستنى بعد كده اي فيلم او مسلسل هتعمله وهتفرج عليه على طول. الخط التالت عن شخصية فيكتور، واللي بنشوف ولادة مجرم صغير لغاية لما بيتدرب على ايد اوزلد. وعجبني جدا في الخط ده انه قدم ابعاد جديدة وارتبط بحدث معين حصل في الفيلم. مش هقدر احرق اكيد، بس اللي شاف الفيلم والمسلسل فهمني. واداء رينزي فيلز كان ممتاز. وعايز برضو اشيد باداء الممثلة اللي قدمت دور الام، كانت جبارة وتمثيلها روعة. كمان المسلسل على مستوى العناصر الانتاجية كان مبهر، سواء في التصوير او تكوين الكادرات والكالورينج. كمان مخرج المسلسل نجح انه يقدم نفس الاتموسفير بتاع الفيلم، رغم انه مش مات ريفز اللي اخرج المسلسل، بس فعلا هيخليك تحس انه نفس الاخراج. ذا بينجوين هو افضل مسلسل في 2024 وتكملة رائعة على الفيلم والعالم اللي واضح انه هيكون عظيم. وفي انتظار الجزء التاني من ذا باتمان، وهنشوف هيحصل ايه. تقييم النهائي 9/10.